ازاي اقدر اقلل الالم بعد التمرين؟ طبعا موضوع مهم جدا وطويل حبتين، فمعلش استحملوني لو طولت شويه. هحاول اقول بعض النصائح الاساسيه اللي ان شاء الله هتفرق معاك. قبل ما ابدا، عايزين نعرف ليه اصلا بنحس بالالم بعد التمرين. هقول لك انا يا سيدي، ركز معايا كده وصلي على حبيبك النبي عشان يحبك. وانت بتتمرن بيحصل التهاب وتمزق في الالياف العضليه، ودي حاجه مش وحشه على فكره. بالعكس، دي حاجه صحيه جدا، لانك مع اهتمامك بالتغذيه والراحه هترجع العضله اكبر واقوى. طيب ازاي ابقى اقدر اقلل الالم ده يا كوتش؟ يا سيدي ما تستعجلش. بص يا هيلسي يا ابن قلبي، اولا الاهتمام بالتسخين والاطالات قبل وبعد التمرين مهم جدا. تاني حاجة المساج، والمساج يعتبر من الحاجات المهمة جدا لتقليل الألم بعد التمرين. هتيجي الناس تقول لي بس يا كابتن مصطفى مش متوفر دايما مساج في الجيمات وبيكون غالي أحيانا. عندك حق، عشان كده حبيت أقولك إنك تعرف تعمل لنفسك سيلف مساج. دور على اليوتيوب هتلاقي فيديوهات كتير في الموضوع ده، أو ممكن تستخدم فوم رولر وتخلي الغالي عام مرة واحدة في الشهر. تالت حاجة الاستمرارية، كمل وروح الجيم واتمرن حتى لو تعبان. اوعى تقعد في البيت وتقول لما الألم يروح هبقى انزل الجيم. انزل وسخن كويس واتمرن على أجزاء مختلفة من جسمك. صدقني مع الوقت الألم هيقل جدا. صدقني الاستمرارية هي الأساس. رابع حاجة التغذية، وخاصة البروتينات والمواد المضادة للأكسدة.